في فبراير 2016 هينزل فيلم في هوليوود باسم The Gods of Egypt. طب يا ترى لو احنا حبينا نختار The Gods of Egypt هنختار مين؟ وهنقول لهم ده ازاي؟ جميل اللون والله، جميل جدا اللون. انت عامة بتحب المفاجآت ولا؟ انا بموت في المفاجآت. استجواب عادي، الناس كتير استجواب. بس عايز اعرف انت اتصلت بيا ليه؟ يعني قلتني ليه؟ اشمعنى انا؟ ليه انا تحديدا اللي اخترتني عشان تعملي مفاجأة؟ ان انا نفسي اسمي اتكتب ولو في اخر سطر في التاريخ تحت كده ان كان في واحد عايش هنا زمان اسمه هاني. المفاجأة هتطلع من هنا. وسبت شغلي النهارده وسبت ناس كتير. وعندي ناس كتير محتاجاني في شغلي، بس سبتهم عارفه ليه؟ عشان اشوفك. بس الغدا وبتاع وبقالي كتير ما رحتش اسكندريه. انت مش بس فكرت في مبادرة تخدم بيها مجتمعك، انت خدمت قضايا التنمية والبيئة بشكل كبير. بتنزلي كل يوم عشان عايزة تشوف البلد احسن. احنا النهاردة بنقول لك حاجة بسيطة قصاد كل اللي بتعمليه. شكرا احلام مكيوي. شكرا سينيور. حاجه جميله جدا، مفاجاه رائعه.
مش عارف اقول لكم ايه، وبالنسبه لي موضوع كبير قوي اللي انتوا عاملينه. متشكرة أوي يعني بتتكلم تمرين زي ده. أنا يعني ما كنتش أتمنى تعملوا معايا كده، أنا مش عارفة أعمل معاكوا إيه، عشان أنتوا حسيتوا بيا عن أي حد، يعني قربتوا مني عن أهلي، قربتوا مني عن الناس اللي كنت في المنطقة فيهم، حسيتوا بيا عنهم. دي الحلقه المفضله بتاعتي على فكره، يعني ان انا بحب من غير شعر، بوفر شويه جل بقى قدام المرايه وبتاع كده يعني. انا اللي شفتني والله. أكيد انتوا كمان تعرفوا ناس يستاهلوا يكونوا The Real Gods of Egypt. اكتبوا قصتهم على هاشتاج Real Gods of Egypt وخلوا الناس تعرفها.